يا مان يا مان، بتلعب هنا على الجهاز؟ هي انت بتلعب هنا على الجهاز؟ طب بتلعب تراك ايه طيب؟ طب ممكن ما بحبش انا ثانية واحدة يا أستاذ محمود لو سمحت. مش عايز ابقى علي يا عم محمود بقى. خلاص خلص للأسف الصيف، أجمل فصول السنة. ده طبعا لو أنت غني مقضي الصيف بتاعك كله في الساحل، في العالمين أرينا، مخلص حفلة ليجاسي بتروح حفلة ويجز، مخلص حفلة ويجز بتروح حفلة توليت. لو أنت عندك تكييف في البيت او عربيتك مكيفه، شغال في شركه مالتي ناشونال اللي هي الناس بتيجي فيها بكروب توب دي، او في دلوقتي فانيلا حمالات كده طالعه جديد بيلبسوها كلاس ايه او كلاس دبل دي، مش عارف المقاس بالظبط يعني، في نو تايمين. اكبر خناقاتكم نعمل التكييف على 21 ولا 24، عندك دش اختياري، بتلبس لينن. لا بص، اللينن ده لمتابعينا القرويين يعني عشان هم ما بيحبش يتقال عليهم فلاحين، اللينن ده هو الكتان، بس اللينن فرق زياده عن الكتان 800 جنيه في القطعه، فيعني تشيك يور دي ام. الصيف هو الفصل المناسب ان انت تبين الفورمه بتاعتك، فورمه السمر تايم. انا في واحد صاحبي متصور صوره في الجونه ايام ما كان عامل بقى فورمه وبتاع، صور كده. الصوره دي بقى لها 7 سنين بتنزل، بينزلها مرتين في الصيف كنوع من الاحتفال. مره في بدايه الصيف احنا بنبقى كلنا قاعدين لابسين الجواكت، محدش فينا لسه راضي يصيف، هو اول ما الصوره تنزل وبكابشن سمر تايم احنا بنبتدي بقى نقلع خلاص. والمره الثانيه دي بتبقى في اخر الصيف، بس بتبقى ابيض واسود وكاتب عليها جود باي سمر، ودي غالبا يعني بتبقى البنت اللي شقطها بصوره السمر تايم بيودعها يعني في نهايه الصيف. اصل يعني معلش لا مؤاخذه يعني، اصل هتقلع امتى؟ هو ده الفصل المناسب اللي انت تبين فيه الفورمه اللي انت عاملها، وكورسات الديكا والتيست، وتطلع تقول لنا يا جماعه ده طبيعي، او مثلا تتخانق وتزعق لنا في فيديوهات تحفيزيه. مش عارف ليه كل اللي بيتمرنوا في الجيم لازم يطلعوا يزعقوا لنا في فيديوهات تحفيزيه او يدونا نصايح يعني. بس ماشي يا جدعان قشطه، مفيش مشاكل يعني. او مثلا تتصور وانت طالع من الميه كده وبتاع زي المحدثين اللي هم كانهم اول مره يشوفوا شط، مع ان يعني كل اللي انت عامله ده كده كله على بعضه هم حصتين جنرال يعني على القلق اللي انت عامله على الانستجرام ده. بس ورا الفورمه دي في شغل من نار، لا بجد شغل من نار بجد، مش ممكن يعني، نار بجد. لان الجيم في الصيف بيبقى قطعه من الجحيم زي المحله بالظبط. انا كنت اتكلمت في مره عن الجيم في حلقه قديمه جدا، لكن انا المره دي هخص. انا بصراحه ما بحبش الجيم في الصيف. اقول لكم على حاجه، بصراحه انا ما بحبش الجيم اصلا، وكل الكلام بتاع ثيرابي، نو بين نو جين، لاف وركينج اوت، ده شويه كلام. الجيم اصلا لعبه بين 60 كلب. اصل يعني ايه تروح تهلك نفسك بعد يوم شغل 12 ساعه مقضي منهم 4 ساعات كامله على الدائري، ولا كانك متهرب لليبيا، وده يقول لك العب بوش بول ويجز، وده يقول لك لا العب برو سبليت كل عضله لوحدها، يعني تلعب يوم الصدر ده انت طالع صدرك قد كده بترضع، كل تمرين تعمله لا مؤاخذه وانت مفلقس كده، وتجيب كرياتين وبروتين وامينو وتاكل شوفان. انا بحس ان الشوفان ده يا جدعان، انا بحس الشوفان ده عامل كده، عامل زي فادي بكري. 7 ايام في الاسبوع انت قاعد عمال بتاكل زي الجاموس في النجيل، علشان في الاخر يعني ايه اللي بيحصل يعني في الاخر؟ كان عيل شاذ يبعت لك على الانستجرام يادماير الفورمه بتاعتك ويعوزك ان انت يعني تمارس معاه البغبغان. لا، واول ما يحصل لك حاجه وقرر ان انت هتبطل تمرين، او يعني تلاقي نفسك بقى بتدهن او تعصعص على حسب انت فورمه جسمك او شكل جسمك عامل ازاي. بس يا جدعان معلش يا جدعان، انا بصراحه الحر كان مقرفني، معلش استحملوني والله. بس ما علينا يعني، الجيم في الصيف مقرف يعني. يا ابن الحلال يا حبيبي، الدنيا حر، الدنيا رطوبه يا حبيبي، احنا من كتر الرطوبه احنا بنعرق واحنا تحت الدش. هات معاك فوطه يا بابا، انت مش لازم تسيب بصمتك على كل ماشين، مش لازم بعد ما تمشي عليك سايب المونط. انا بقيت عارف مقاس بوكسرك كام، وعارف اذا كان انت عندك دوالي ولا لا، من الشخه اللي انت سايبها لي على الجلد بتاعه البنش دي. الجيم في الصيف مقرف لسبب تاني، لانه هو بيبقى زحمه قوي يعني. انا فاهم وانا عارف ان دي اجازه، واجازه المدارس بالخصوص، والجيمات بقى بتعمل عروض للشباب الصغير والشباب المراهقين علشان يجوا يتمرنوا كده. بس شله المولت، طبق البروكلي اللي بيبقى داخل علينا 4 5 شباب شعرهم عامل كده، دول الشباب عندها 14 15 سنه بيطلعوا ميتين ابونا. مش كلهم بس بعضهم بيطلع ميتين ابونا. يعني انا فاهم ان انت داخل تعمل جسمك علشان يعني تبهر البت اللي عندها شنب زيك زيها بالظبط في اعدادي معاك دي، او اللي عندها ما يكفي من الانوثه وزولتك في مره ان انت معصعص قوي، فانت هي بتحب البيج بويز فانت داخل تعمل بيج بوي. انا فاهم اكيد طبعا الجيم حاجه كويسه جدا، على الاقل خالص بتهتم بصحتك يعني. هو اكيد احسن من انت مثلا تروح تشرب
تروح تشرب شيشه، تشرب سجاير، تجيب مكنه صيني، تأجر سكوتر بالكهرباء، تشجع تشيلسي، كل الحاجات المضره بالصحه دي. بس همسه في اذنك، معلش انت خلاص كبرت، انت ما بقتش بوجي الصغنون اللي بيتزنق كده ما بين الناس وبتاع، لا خلاص انت حبيبي كبرت، بقيت قد العجل، بقيت قد الافيال، فحاول تتصرف ان انت بقيت قد العجل. يعني هو ما شاء الله الجيل الجديد ده الله اكبر عليه، يعني كله احجام عائليه، يعني الواد يبقى عنده 15 سنه وقد البيج رامي. البت لو في زمن تاني كان زمانها يعني شغاله مرضعه وتقول لك الصغنن سويت 16. انت تلاقي الشاب من دول داخل الجيم هو ما عندوش ادنى احساس بالمساحه الكبيره اللي بقت موجوده عنده، المساحه الجديده عليه، هو لسه فاكر نفسه لولو الصغنن وبتاع. يعني يدخل ويا الناس بتلعب يا حبيبي اللي انت خبطته في واحد تحت الدمبل خبطت فيه ووقع عليه بلعوا الرئه بتاعته. انت واخد بالك من الناس اللي انت دوست عليها دي ولا انت مش واخد بالك ولا ايه؟ او مثلا تلاقي 2 من الشباب دول بيهزروا مع بعض، اللي هو هزار المتجوزين جداد، اللي هو يقعدوا يضربوا بعض ويجروا ورا بعض في الجيم، وده يقول له بس يا اسطى يا اسطى يا اسطى بس يا اسطى الناس بتبص علينا يا اسطى يا اسطى بس بقى يا اسطى. ايوه بص، هو يعني هو الناس بتبص عليكم ويعني ليت مي بريك ات تو يو، الناس مستكوا، فيعني بطلوا تضربوا بعض يا جدعان في الجيم عشان الموضوع بيبقى شكله مش حلو. يعني تيجي مثلا تدخل على ماشين تقول للشاب منهم فاضلك قد ايه يا كوتش؟ يقول لك انا فاضل لي 4 مجاميع، بس انا معايا 3 كمان، معايا 4 كمان، كل واحد فيهم فاضل له 4 مجاميع زي. طب ايه يا شباب انتوا محتاجين جون ثابت؟ طيب انتوا حاجزين الماشين ساعه؟ هو ايه ده؟ ومعلش برضو مش لازم على فكره يعني وهو صاحبك بيتمرن تبقوا واقفين حواليه كده كاردون كلكم قاعدين خانقين على الواد. يعني الواد بيلعب في بقى واحد واقف بيساعده، وواحد بيعدله، وواحد بيصوره، وفي واحد لسه واقف كده كاركتر لوكد، لسه هو مش عارف يبقى انهي شخصيه فيهم، مش عارف يبقى شخصيه الانفلونسر السوشيال ميديا ولا التست في العتائي اللي هو ولا يبقى بيساعد ولا بيعمل ايه، هو لسه فاهم لوكينج فور بيرسوناليتي، لسه بيدور على شخصيه يبقى هو مش عارف يعمل، بس هو واقف مع اصحابه. يعني احنا مش لازم كلنا يا شباب نقف عشان نلعب كلنا نفس التمرين، انتوا فاهمين؟ ما اصلها مش الديسكفري، يعني مش هنركب كلنا مع بعض على نفس الماشين. وبعدين معلش بس هي ايه التمارين الغريبه اللي انا بقيت اشوفها دي يا جدعان؟ بصوا انا مش كوتش ولا كابتن جيم ولا جسمي ولا وزني ولا شكلي يسمح لي ان انا اقول بحاجه زي كده، بس يعني انا بحب الجيم او مش بحب الجيم، انا بحب الفتنس، بحب عامه الاهتمام بشكل الجسم عامه شكله عامل ازاي، ويعني املك من الخبره من اول مره اتمرنت فيها اي حاجه، وكانت على السطح مع عمرو تمام وفؤاد صحابي واحمد عمر صديقنا برضو موجود في بيلاروسيا. عملنا الحديد اللي هو بجد فعلا حته الحديده بكوزين اسمنت، لحد مرورا بقى بالجيم، لحد ما التمارين الغريبه بتاعت الاسترتشات بتاعت الحوامل اللي انا بقيت اعملها مؤخرا دي، عشان انا كبرت في السن برضو لازم تعمل استرتشات. بس بقى في ناس للاسف دلوقتي بتعمل تمارين غريبه. يعني الواد من دول يدخل على تشات جي بي تي يقول له اعمل لي تمرين، يوم تشات جي بي تي قايل له حلو جدا، هقول لك اليوم الاول هتلعب لات بول داون مع بالبر رو مع سيتد رو. تحب اقول لك على تمارين تكون متقدمه شويه تناسب سنك ووزنك والجيم اللي انت بتلعب فيه؟ انا هنا علشان اساعدك. والواد يا عيني هو مش عارف السيتد رو ولا الباربر، هو مش عارف اي حاجه، عمال بيلعب التمارين غلط كلها. الواد بقى جسمه شبه الجعبوق، بقى شبه السكرتح. او واحد تاني مثلا جايب تمارين من على تيك توك ظهرت له بالظبط بعد فيديوهات التويركينج، تمارين ادفانسد جدا. يعني الواد عضلاته يعني التراي لسه بتتراي انها تطلع من اول راسه لحد كعب رجله مسطره فلات، الباي مش موجوده اصلا، تلاقيه بقى معدي الكابل من تحت رجليه ومن ورا قفاه وبيلعب مايل كده، ويقول لك اصل دي تمرينه عضله البريكيالس. عضله البريكيالس دي اللي هي العضله اللي بتبقى ما بين الباي والتراي، بتبقى ما بين الباي، بتبقى على يمين الباي ده لو انت بقى جاي من فوق، يعني لو انت جاي من الكتف الجانبي. لو انت بقى جاي من الريست يعني اقعد هناك واطلع على الساعد، اسال من الساعد، هما بيحبوا يساعدوا هناك، هيقولوا لك عضله البريكيالس فين. طب ما تلعب يا حبيبي العضلات الاساسيه الاول. يعني ما اعتقدش ان دراعك اللي هو اللي قد الفتله ده يعني مستاهل عضله السيريالس اللي انت عايز تلعبها اللي قاعده ما بين الباي والتراي. يقول لك انا عايز ابين بقى ايه اللي هي الفلقه اللي في الصدر. انت عشان تبين الفلقه اللي في الصدر دلوقتي انت لازم تعمل عمليه تجميل وتزرعهم سيليكون بدل التمرين الغريب اللي انت قاعد عمال بتعمله لي ده. بس بصراحه هنا انا للاسف مش هلوم الشباب دي، انا هلوم الكباتن، هلوم الكوتشز بتوع الجيمات. ايه يا جدعان، ايه يا رجاله، ايه يا شبابنا، مش هنشوف اكل عيشنا بقى ولا ايه؟
يعني مش هنشتغل، مش هنحلل لا مؤاخذه القرشين اللي احنا بناخدهم علشان بس يعني ربنا يبارك في الوجبه بتاعت المكرونه والفراخ اللي انت بتاكلها في البريك دي. شوف شغلك يعني، انت ما شاء الله ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد. عضله التكستنج عندك يا كوتش الله اكبر يعني، فظيع، اللهم صل على النبي. وايه ده؟ يعني ده طبيعي ده ولا انستجرام يا كوتش؟ دي ما شاء الله، دي من الدبل تاب صح؟ بسم الله ما شاء الله. لا وانا شايف برضو اللهم صل على النبي عضله اللسان انا شايفها من بعيد، اللهم صل على، وانت قاعد عمال برضو بترغي مع البت اللي على التريد ميل. ده بتلعب نظام ايه دي يا كوتش؟ دي ايه، بوش بول ليك؟ قوموا كده رجاله، قوموا معلش بس معانا بالله عليكم وشوفوا شغلكم. العيال بتلعب تمارين تجيب لها انزلاق غضروفي قبل ما يتموا 20 سنه. الواد البار نازل على رقبته هيموته هيخنقه، وحضرتك قاعد عمال بتلعب في التليفون. وبعدين بقى وانا ايه، كل ما اجي اكلم واحد في الجيم الاقيه بيعمل لي مع الشكر يا باشا، اللي هو تحس ان انت بتكلم واحد في المخابرات، او مثلا اللي بيبقوا حاطين السماعات اللي هي الاوفر هيد. يا مان بتلعب هنا على الجهاز؟ هي انت بتلعب هنا على الجهاز؟ طب بتلعب تراك ايه طيب؟ طب ممكن او اتيتيود الطيار اللي هو جاهز للاقلاع. يا قبطان انت فاضل لك قد ايه هنا؟ مجموعتين؟ طب ممكن ادخل معاك على الطياره؟ طيب خلينا نحط شويه رولز، بلاش رولز، خلينا نحط شويه اتيكيت للجيم. وعلشان التستوستيرون ودي حلقه في الجيم وبتاع، انا مش هقول الاتيكيت ده بطريقه امينه شلبايه، هقولها بس بحاجه واحده: حضور الجيم بالفانيلا الحمالات مرفوض. بس يعني ما تقلقيش عزيزتي اللي يو كان دو بوث، اللي هو بتروحي الجيم وبتعيشي حياتك عادي يعني زي اي بني ادم في الحياه. انا هجيلك برضو في الاخر اقول لك كده كام كلمه يعني. طيب جاهزين؟ اتيكيت الجيم بتست عالي زي الكاليماري. اي حد بيلعب رفرفه بجميع انواعها، جانبي، ابو تريكه، او احتفال الفيفا اللي احنا بنشوفه ده، اي حد بيلعب باي او ماسك الدمبل ومفلقس كده وعمال بيلعب منشار، او حتى بيسخن قدام راكت دمبلز، قولا واحدا، ما اصل انت موقف 8 بني ادمين وراك عرقانين فشخ قاعدين عمالين يبصوا لبعض نظرات اوكورد جدا، كلهم عايزين ياخدوا دمبل، وحضرتك واقف عمال بتعمل لي كده زي الحمامه. ايه ده؟ وبعدين انت بتلعب بكام يعني على كل القلق اللي انت عامله قدام راكت دمبلز ده؟ مش عارفين نروح ناخد ب2.5؟ دي تمرين اخر العنقود دي ولا ايه؟ مش فاهم يعني. اي حد في عز الزحمه شادد البنش كده وسحبه على ونش وداخل حاطه في وسط البتاع بتاعت الكيبل وعايز يلعب تمرينه بالكيبل زيه، ده برضو يعني. انت يا بني ادم ياللي ما عندكش نظر، انت شايف في طابور على الكابل ده؟ في واد هنا بلغ، الواد ده بيلعب، انا شايف الواد ده واقف مستني دوره من هو عنده 4 سنين، الواد دقنه طلعت. انت عايز بقى تقول للشباب اللي واقفه دي كلها معلش بس يا جدعان اصل انا محور الكون، انا هاخد الاتنين العب بالاتنين، ومش بس كده انا هاخد بقى دكه من الناس اللي ممكن اللي هو لا انتوا ناموا على بعض بقى، انتوا هناك الناس اللي عايزه تلعب تجميع يقعدوا بقى ايه، يجمعوا اي حاجه بقى، يجمعوا العاب، يجمعوا كمبيوترات، محدش هيجمع حاجه هنا. انا واخد الدكه ومحاجز الكابل والجيم فوق بعضه. اي واحد قاعد على ماشين بيلعب في التليفون لا معلش بس انا اسف، لحظه واحده عشان ما نظلمش حد، اللي قاعد على الماشين بيلعب في الموبايل بيلعب جيمز او السوشيال ميديا ده معروفه. اللي بيتكلم في الموبايل في شغل لا، ده مش لو بيكلم صاحبته يبقى في حوار كبير يعني، يدعوا له ربنا معاه بجد والله، ممكن يبقى في موضوع كبير يعني زي ان هي مثلا اي واحد بيلعب بوزن او بدمبل او ببار ومرجعهوش مكانه، اديني ماما عشان عايزها في كلمتين، اديني ماما. الو ايوه يا طنط، ازاي حضرتك عامله ايه الاخبار؟ ابن حضرتك طنط هقول لحضرتك، هقول لك ليه. انا والله قلت له ان حضرتك مش موجوده هنا في الجيم، فانت مش هتعرفي تلمي الضنابل اللي وراه زي ما بتلمي اللبسه بتاعته اللي هو راميها في الاوضه بتاعته. والله قلت له برضه، قلت له لو انت استخدمت حاجه فهي بتاعتك وانت المسؤول ان انت ترجعها مكانها. ايوه قلت له والله ما تسيبهاش مكان ما خدتها يعني، والله العظيم 3 يا طنط. قلت له احنا مش في برايمري 3. طيب خلاص هو مع حضرتك، خدي على امك. معلش بس المايو مش شورت للجيم، والشورتات الجينز المقطعه دي تلبسها في حفله عصام صاصه. اما بقى الشورتات الجبردين اللي حضرتك بتيجي بيها دي، لو جيت من غير ما تكون لابس قميص فوق مش هينفع تتمرن. التمرين النهارده فورمال، في واحد جوه بيتمرن بجزمه كلاسيك،
طيب اللي عايز يشترك في كورسات اتيكيت الجيم يبعت لي، يكتب لي تحت في الكومنتات، ويعني انا ثواني وهكونكت حضرتك بالمسؤول عن الحجز في الكورسات دي. برضو الجيمات اللي مهتمه بمحتوى الجيم تبعت لي على الخاص، تبعت لي انفيتيشن سنه كامله شامله الجاكوزي، شامله الساونا، شامله كلاسات الزومبا وكلاسات اليوجا وبرضو كلاسات الرقص الشرقي. انا هروح اعمل ريفيو كامل ما تقلقوش يعني. وبالمناسبه بتاعه الرقص الشرقي عزيزاتي الانثى، لا ما تخافيش، انا مش هقول حاجه في الجيم، انا راجل محترم يعني. بعد اذن حضرتك اتقي ربنا، اتقوا ربنا في شبابنا، اتقوا ربنا في بلدكم. الجيم بقى زحمه فشخ، العيال كلها جايه تعمل موف اون، العيال قاعده ما بين المجاميع حزينه فشخ، الواد قاعد على البنش فلايز قاعد عامل كده، مش ممكن والله العظيم 3، العيال كلها متدمره. بجمع عالي بعد ما كنت بجمع صورها عشان اعمل لها ستوري في عيد ميلادها، برفرف بس مش زي قلبي لما كان بيشوف ضحكتها، بشيل اوزان بعد ما كنت بشيل همها، بلعب 4 في 10 بعد ما كنت بضرب. ايه يا رجاله، ايه يا رجاله مالكم بجد والله؟ في ايه مالكم بس كده؟ استهدوا بالله. تفضل لك قد ايه يا كابتن؟ كام؟ 4 مجاميع؟ لا ارجع لها بسرعه، ارجع لها بسرعه، الجيم مش مكانك. يمكن انا الحلقه دي قلت الحاجات اللي انا ما بحبهاش في الجيم، وكنت برضو اتكلمت قبل كده في حلقه زمان زي ما قلت لكم اللي هي حلقه بتاعت هم الجيم او عاش يا كوتش، مش فاكر كنت بسميها ايه، كنت بسمي اسامي غريبه شويه. بس يمكن الحاجه اللي انا بحبها في الجيم هي حاجه جوه كل واحد فينا وحاجه مشتركه ما بيننا كلنا، هي اننا بنيجي علشان نبقى اشخاص احسن، نبقى راضيين عن نفسنا وراضيين عن شكلنا وتبقى صحتنا بشكل افضل. يعني من اول الواد اللي شبه العرايس الماريونيت ده، واللي باي ذا واي يعني الواد ده كان انا كنت معصعص جدا، انا زلت معصعص يعني، بس يعني الحمد لله احسن من زمان بشويه، لحد الكابتن اللي بينهج وهو بيربط الكوتشي ده، ويعني بسم الله ما شاء الله جاي ينزل وزن 2 بني ادمين كمان غيره، وكله اصرار، كله اصرار، ما منعوش زياده الوزن عن ان هو يجي ويتمرن في الجيم. ما قالش اللي هو بقول لكم يا جدعان يا عم ميتين ابوها كف طه، خلاص انا كده يا جدعان، اللي عايز يقبلني زي ما انا يقبلني. اول موظف الاربعيني اللي جاي الجيم يتمرن بعد ما قعدت المكتب عملت له فورمه بيومي فؤاد من قدام وكيم كارديشيان من ورا، وجاي الجيم علشان يعني مراته قالت له كرش شكله مش احسن حاجه، فهو كل اللي هو جاي عشان خاطر بس السلام عليكم، انا مش عايز ابقى زي الناس المتعلقه ورايا دي، بس انا كل اللي انا عايز انزل الكرش، مش الكرش بس، انا فاهم، انا بس انا فرحي بعد اسبوع، فانا هل ممكن يعني انا انزل الكرش ده في 10 ايام؟ بعد كده بعد 10 ايام انا هبقى مسحول بقى في موضوع الشقه، فاهم يعني؟ حبيبي ربنا يخليك، ربنا يعزك. احنا كلنا مشتركين في نفس الهدف، بس للاسف مش كلنا مشتركين في التصرفات. يعني اللي انا عايز اقوله، حاول ما تبقاش حكايه حد الوحشه في يوم، اللي هو انا قابلت النهارده في الجيم عيل عمل كذا 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 كذا، خليك الموقف الحلو اللي هو ما بيتحكيش، اللي هو بيخلص بابتسامه مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين، او بعاش يا كوتش او تسلم يا كوتش. ما هو اصل يعني انت مش هتحكي ان الدمبل النهارده كان هيقع عليك يموتك في الجيم يكتم نفسك لان انت بني ادم ضعيف، وجه واحد مشكورا شاله من عليك عشان ما تموتش، او مثلا النهارده واحد كان جايب فوطه وبيتمرن بيها وحاططها تحت ظهره عشان ما يبينش العرق اللي هو اللي طالع منه. مش هنحكي كده، اصل هنحكي كده يعني واحد ولا ايه؟ طيب قبل ما تكتب بقى ايه الحلقات القصيره دي يا اسطى، ما تخليها ريل يا اسطى. معلش بس انا عندي سؤال ليك، يعني انت يهمك الطول ولا المفعول؟ قول لي، قول، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لا مش قصدي اوعى حد يكتب في الكومنتات الطول ولا المفعول، يا نهاركم اسود. انت لو حد غريب دخل علينا في وسط الليله دي هيطلب لنا كلنا مباحث الاداب، وهيطلب لكم انتوا. انا مالي يا عم، انتوا اللي كاتبين، انا ما قلتش حاجه. قولوا لي تحت في الكومنتات حابين نتكلم على ايه الحلقات اللي جايه، وحابين نجيب مين على الكنبه اللي ورا دي. طبعا اي شخصيات مشهوره بتقولوا ان احنا هنجيبها ان شاء الله باذن الله هيحصل، بس ادعوا لنا ويعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. لو عجبتك الحلقه ما تنساش ان انت تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب 3 في 10 على طول، يعني عايزين نوصل ل 50,000 على نهايه السنه. ما انا شطحت بقى باحلامي، بقى اعمل ايه بقى؟ يلا هي 10,000 more subscriber، يلا هي 1 يلا. ممكن تعمل كارديو وتجري، تروح تعمل فولو على الانستجرام، وفي برضو على التيك توك كلاسات رقص وهيب هوب وبتاع بالاشتراك مع زوبا، تروح برضو تعمل فولو على التيك توك. عايزكم بقى دي تاسك بقى للناس اللي على تيك توك، اعملوا لي منشن في فيديوهات غريبه للجيم. ليه؟ مش عارف، فور محتوى بيربسز، فور كونتنت بيربسز. بس يا سيدي كنت معاكم فيتنس ترينر
وجيم كوتش PT محمود النجار اوفيكال. وده كان هم يضحك، وخلي بالكم من نفسكم. سلام عليكم، ويا رب صحتكم تبقى بخير يا رب. سلام عليكم.